اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. روتين جديد، كله نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه. روتين رغاوي. لو كنت مكسله بقى هتقومي تخلصي كل حاجه وراكي. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، لو كنتوا بتشوفوني اول مره يشرفني اشتراككم في القناه. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا يومنا ونشوف هنعمل ايه النهارده. في البدايه يا بنات، النهارده الفيديو بتاعنا هنغسل السجاد مع بعض. طبعا انا لما السجاد بتاع الشقه كله هنغسله النهارده مع بعض. قبلها كنت لما الستاير برضو غسلناها. ده كله طبعا تنظيف عميق للشقه كلها. فانا ببتدي حاجه حاجه. اول حاجه بشيل الستاير وغسلتها، وبعد كده لميت السجاد طبعا وغسلته زي ما انتم شايفين. طبعا انا بالنسبه لغسيل السجاد انا مش بغسل باي خلطات. اي خلطه مش بحب اضيفها على السجاد، لان انا مش ضامنه الخلطات دي هتعمل ايه في السجاد. تمام يا بنات؟ انا بغسل عادي ببريل او اي نوع مسحوق، طبعا اوكسي، اريال، برسيل، اي حاجه. تمام. انت طبعا متعوده على خلطه مضمونه وهتضمن لك ان السجاد مش هيغير لونه، تقدري تشتغلي بيها زي ما تحبي. طبعا يا بنات الخلطات اليومين دول اصلا مش مضمونه، يعني الخلطه انت بتجيبيها مش عارفه ايه جواها. فاحنا طبعا خلينا في المضمون، طبعا البريل اي نوع مسحوق طبعا عندك. ما اثروش معانا في حاجه، بيعملوا طبعا المطلوب زياده. وكمان يا بنات احنا بنكون محافظين على السجاد. طول ما السجاد نظيف مش هيحتاج اصلا مسحوق كتير ولا خلطات، يعني نغسله اول باول كده هيفضل معاكي زي الفل. ما علينا يا بنات، غسلت طبعا السجاده الكبيره كده بتاعت الصاله، وبعد كده كان عندي الحوضه طبعا دي لونها فاتح، فانا بحب اغسلها اول باول طبعا عشان لونها ما يغمقش. اغلب الحوضات اللي احنا بنشتريها بتبقى لونها فاتح، يعني انت لما تنزلي كمان السوق كده وتشوفي الحوضات كلها فاتحه، واللي بيشدنا طبعا اللون الفاتح. فاحنا هنحافظ عليها اول باول كده، ونغسلها اول باول. تمام يا بنات؟ طبعا هي بتبقى فرهضه طبعا ان انت تغسلي السجاد وتغسلي الحوضات، بيبقى متعب جدا. انما لو فكرنا قبل ما نشتري ان احنا ما نشتريش الالوان الفاتحه، لانها متعبه جدا في النظافه، بالذات لما يكون عندنا اولاد. مش هنشتري اصلا الوان فاتحه. المشكله ان احنا اول ما نروح نشتري الالوان الفاتحه بتشدنا من بنشتريها، مش بنفكر بقى هي هيحصل فيها ايه بعد كده، ولا هتبقى يعني في النظافة هتبقى متعبة في النظافة، وبالذات لما يبقى عندنا أولاد. هنغير رأينا تماما وهنجيب غوامق. يعني لو احنا فكرنا بس لدقيقة هنجيب غوامق. المهم يبقى أنا خلصت بقى السجاد وخلصت الحفظات ونشرتهم على البلكونة. بعد بقى ما خلصت السجاد ونشرته والحمد لله، نيجي بقى زي ما اتفقنا ان احنا التلاجة لازم نغسلها كل 10 ايام او كل 15 يوم بالكتير، يعني ما نخليهاش تاخد فترة طويلة اكتر من كده. لازم نحافظ عليها ونغسلها اول باول. احنا طبعا انا اتفقت معاكم من اول الفيديو ان انا هعمل تنظيف عميق للشقة كلها، فببتدي اخلص حاجة حاجة. يعني خلصت الستاير الحمد لله وخلصت السجاد، فاخدت النهاردة مع السجاد قلت اخلص التلاجة. هنخلص بقى الحاجات دي، ما نخلصهاش كلها في يوم واحد لانها هتبقى متعبة طبعا ان انا اغسل كل حاجة في يوم واحد. فانا حاولت بقى ان انا اقسم الحاجات دي على ايام، يعني على 3 ايام بالكتير كده هكون مخلصة البيت وزي الفل. طبعا الشقة لو كانت كبيرة هتاخد وقت معاكي اطول، فاحنا نقسم الحاجة دي ونخلصها كده على 3 ايام 4 ايام هتكوني مخلصة الشقة وزي الفل. قسمي الحاجة عشان ما تحسيش بتعب. احنا جايين دلوقتي على اسبوعين كده والمدرسة هتفتح، فهيبقى الوقت ضيق قوي واليوم ضيق وقصير قوي، فانتي عايزة تعملي كل حاجة في اليوم. فاحنا نخلص بقى قبل المدرسة الحاجات دي اللي احنا عايزين نعملها، تنظيف عميق بقى وستاير وسجاد. وغير كده يا بنات لما بتفتح المدرسة طبعا بيبقى مشغولين قوي مع الأولاد، يعني مذاكرة ودروس. هنحسب سندوتشات هنعمل وصحيان بدري. اليوم بيبقى مضغوط جدا ومفيش وقت ان انت تعملي. وبتصدقي ما بيجي الجمعة والسبت اجازة عشان تريحي وهم يرتاحوا، فما جيش طبعا يوم الجمعة والسبت اجي اعمل سجاد وستاير كده في اول اسبوعين مدرسة. لا، على الاقل كده اول اسبوعين 3 كده من المدرسه نبقى مرتاحين شويه عبال ما نتاقلم بقى. فبعد كده اول اسبوعين 3 كده عدوا من المدرسه خلاص وتاقلمنا، هنبتدي بقى ننظم وقتنا، ننظم وقت الولاد. عارفين طبعا هيصحوا امتى، هيناموا امتى، ميعاد اكلهم ميعاد دروسهم بيذاكروا امتى. هتظبطي يعني الدنيا هتبقى متظبطه معاكي، مش زي اليومين اللي قبل المدرسه. اليومين اللي قبل المدرسه طبعا نومهم مش متظبط وسهر وخروجات والكلام ده. هتيجي المدرسه بقى هيبقى الوقت متنظم اكتر. وانتي طبعا لو كنتي بتشتغلي هتنظمي وقتك على اساس ان انتي بتشتغلي، لو انتي في ست بيت هتنظمي وقتك على اساس ان انتي ست بيت. يعني كل واحده مننا كده عارفه اليوم بيمشي ازاي. يعني انا عارفه طبعا انا بصحى الصبح بعمل وبعمل وبعمل، انتي بتعملي وتعملي طبعا.
انت هتنظمي وقتك على الاساس ده. انا ما ينفعش اقولك مثلا انا بعمل وبعمل وبعمل انت هتعملي زي، لا، انت على حسب وقتك، انت على حسب وقتك انت بتكوني فاضيه امتى. تمام. وام الطفل غير ام الطفلين غير ام الثلاثه، فكل واحده بتنظم وقتها على اساس بيتها، على اساس وقتها اللي فاضي. فما ينفعش اقولك مثلا انا بنظم وقتي بعمل وبعمل وبعمل، لا، انا ممكن اقولك مثلا نصيحه، مثلا انا بنوم مثلا الاولاد مثلا يناموا مثلا بدري عشان يصحوا بدري عشان المدرسه. في نصايح انا ممكن تمشي مع الكل، وفي نصايح ما تمشيش مع الكل. يعني انا ممكن اقولك حاجه تمشي معاكي انت، ما تمشيش مع غيرك، على حسب الوقت ده بالذات. نصيحتي الوقت دي على حسب وقتك انت، يعني انا وقتي غير وقت غير وقت غيري. في حاجات كده ما ينفعش ان انا انصحك فيها، انت هتعرفي ايه اللي هينفع معاكي. تمام. ما علينا. المهم يا بنات، خلصت كده المواعين وغسلت الحوض، وده كان نهايه الفيديو. بتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وفعلوا بقى زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.